السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى باذن الله هقدم لكم روتين جميل يا رب يعجبكم. هنعمل حاجات كتير قوي مع بعض، وهنبدا بقى يومنا ان شاء الله يكون يوم سعيد حلو كده علينا. طبعا اول حاجه عملتها فتحت الشبابيك وفتحت البلكونه وطلعت الفرش كده زي ما انتم شايفين عشان يتهوى. وبعد كده طبعا اهم حاجة ان احنا نبدأ بيها يومنا ان احنا طبعا نقوم نتوضى ونصلي. بعد كده شوف بقى لو حابة تفطري الاول، حابة تعملي اي حاجة وراكي الاول، يعني على حسب مزاجك كده. طبعا انا اول حاجة بعملها بقوم اروق الريسبشن بتاعي، عشان في مثل كده بيقولك روقي بيتك ورشيه، ما تعرفيش مين هيدخل فيه. فانا طبعا ماشيه على المثل دوت قوي. فاول حاجه طبعا اتوديت وصليت الحمد لله. بعد كده بقى بروق الصاله وهنيجي نعملها كده مع بعض زي ما انتم شايفين. طبعا الانتريه دوت يا جماعه انا عايزه اغيره تماما، عايزه اجيب بقى حاجه جديده كده، يعني كله مختلف بقى. فانتوا ادوني يعني رايكم تحت في الكومنتات. طبعا احنا بنبدأ يومنا كده على طول داخل عليكم كده على السخن على الحامي كده يعني. ان مفيش فرصة ولا تفطر ولا اي حاجة، قومي اعملي بيتك كده روقيه. المهم حبايبي ان انا نسيت اقول لكم على حاجه مهمه جدا، هي طبعا ان انتوا لو انتوا مش مشتركين معايا في القناه ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكومنت حلو كده منكم زي ما انتم معوديني، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. واللايك على الفيديو اوعوا طبعا تنسوه، ويلا نشوف هنعمل ايه كمان. وكمان ايه يا جماعة، انا عندي مناسبة جميلة جدا، يعني حاجة يعني يا فرحة قلبي بيها بجد، ان بنتي فاضلها ان شاء الله ان شاء الله فاضلها شهر كده وهتتجوز بإذن الله. طبعا من اول شهر 12 عشان هي فرحها يوم 25/12. هنعمل بقى ايه؟ هنعمل حاجات كتير جدا. هنروح بقى ندور على الفساتين، وهنروح نحجز الكوافير، ونحجز الميك اب ارتست. فانا عايزاكم بقى ان شاء الله تبقوا معايا في الشهر دوت خطوة بخطوة. ويا جماعة بجد بجد بجد، يعني اللي قال مثل الأم العروسة فاضية ومشغولة ده يعني ده حقيقي. يعني كل ما حد، يعني ما بروحش لحد خالص خالص. يعني كل اللي يسألني انت ايه ما بتجيش ليه، بقول لهم عشان العروسة وكده، يقولوا لي ايوه هم العروسة فاضية ومشغولة. فيا ريت لو حد عنده نصيحة يديها لي او يقول لي عليها، يعني اعملها للفرح اقدمها لبنتي، لان دي اول طبعا عروسة عندي. فمش عارفة طبعا، يا ريت كل واحد كده يديني رأيه. ويبارك لها في الكومنتات طبعا. ويدعي لها دعوة كده حلوة يكون من قلبكم يا رب، لكم مثلها ان شاء الله. فاي حد عنده اي نصيحة ما يبخلش يا جماعة عليا بيها، وما يبخلش على متابعينا ان شاء الله. يعني لما حد يخش كده ويقرا الكومنتات اكيد برضه هيستفاد منها زي ما انا ما هستفاد منها. وطبعا برضو انا لو استفدت بحاجة هقول لكم عليها، وانتوا كمان ايه كذلك. هنا انا خلصت كده ترويق الريسبشن، وخلاص هروح بقى ايه نعمل لنا كوبايه شاي كده. طبعا انا مش هفطر عشان انا قايمه شبعانه الحمد لله، فهعمل لي كوبايه شاي وباكل بسكوت بس يا دوبك. بس كده دي كوبايه الشاي الصغنونه اوي، شايفين كوبايتي ديت؟ الكوبايه دي انا بحبها جدا وبخاف عليها ان هي تتكسر قوي قوي، لانها كوبايه صغيره كده محندقه. اهو بصوا قد ايه بحبها قوي قوي بجد. بس هنعمل بقى كوبايه شاي كده وهنفطر باكو بسكوت. طبعا انا بقى قاعده بقى بستجم كده عقبال ما اقوم اشوف اللي ورايا ايه كمان. فهولع بقى التلفزيون وهقعد طبعا اقلب فيه كالعاده لحد ما الاقي مسلسل او الاقي اي حاجه كده واسيبها. يلا قولوا لي مين بيعمل زي كده اول ما يصحى بقى ويجي يفطر او يشرب كوبايه الشاي يقعد كده قدام التلفزيون ويقعد يقلب ما يعرفش هو رايح بيه فين. اكتبوا لي في الكومنت تحت لو انتوا بتعملوا كده. لقيت الحمد لله مسلسل حلو بتاع يسرا هتفرج عليه، واشرب بقى كوبايه الشاي دي وانتخ قصدي لحد ما تخلص بكده والمسلسل يخلص، ونقوم نشوف ورانا ايه في المطبخ. يلا تشجعي كده وقومي يلا شوفي اللي وراكي انت كمان. بصوا بقى بنتي بتاكل حاجه غريبه جدا، جابت كيس معرفش دوريتوس ده ولا اسمه ايه، وعملت بيه ساندوتش وكلته. بس والله دوقتني حته منه لقيت طعمه تحفه. المهم احنا بقى هنعمل اكل النهارده، هنعمل فاصوليا بيضه. فانا فضيتها كده طبعا وهنقيها كويس قوي قوي. يعني اول حاجه دخلتها عملت ايه في المطبخ، عشان طبعا الفاصوليا البيضه ديت بتاخد وقت عقبال ما تستوي.
هو انا كان المفروض نقعتها من بالليل، بس انا افتكرت الاكله دي الصبح فخليت بنتي جابتها لي وهي جايه من الدرس. فدلوقتي هنقيها كويس وهغسلها واحطها على النار، هتاخد يا دوبك كده غلوتين واروح ركنيها بقى وسايباها لحد ما اخلص الحاجات اللي ورايا وبعد كده اعملها. بص بقى الطماطم، يعني الطماطم حلوه شويه. طبعا انا بقى مش هقول الحاجه بتقعد كده عند الخضري وتقول نيني نيني لحد ما يشتري لي. طبعا انا مش هقولها لا، علشان طبعا فالروحه لما تسمعني في الفيديو ما تزعلش مني. المهم يلا بينا بقى نعمل الفاصوليا البيضة بتاعتنا الجميلة، ان شاء الله هتطلع حلوة. حطينا بقى على حسب رغبتك، طبعا عايزة تحطي سمنة عايزة تحطي زيت انتي واللي انتي حباه يعني. انا حطيت شوية زيت وحطيت البصلة هحمرها وهخرط عليها فص توم. يعني التومة بتديها طعم تحفة، يا دوبك فص صغير كده مش كتير. بصوا كده البتاع طفيت عليها وهغطيها واسيبها بقى. حطيت طبعا فص توم زي ما بقولكوا كده على البصلة، بتديها طعم جميل جدا. ولما البصلة تحمر معانا هنحط عصير الطماطم عليها. طبعا يا جماعة البوتاجاز دوت هو 3 عيون، البوتاجاز دوت محمول يعني عارفينه. انا ان شاء الله عايزه كده قدام شويه ربنا يكرمني كده ادعولي ان انا اجيب البوتاجاز العادي بقى اللي هو فيه فرن وفيه يعني 4 عيون او 5 عيون. ادعولي. ده محمول يعني في العين الصغيره بتاعه القهوه اللي في النص ديت، وفي عين من هنا وعين من هنا. بس هو حلو يعني عملي، بس ما ينفعش أسرة يعني، ده عايز زي مصيف كده او حاجة يتحط في شقة. فانا ان شاء الله هبقى اجيب التاني، بس هقول لكم بقى هبقى اجيبه يعني. لو حد يعرف نوع كويس او حاجة يكتبها لي تحت في الكومنتات يقول لي احلى نوع بوتاجاز عشان اجيبه ان شاء الله. بس كده خلصنا بقى الفاصوليا وسبناها على النار. طبعا هي هنا اتسبكت وحطيت الفاصوليا بس الحتة دي ما تصورتش. دلوقتي بقى بنروق الرخامة ديت علشان الرخامة دي مهما اقول لكم كل شوية اعملها كل شوية زهقتني، طلعتني من شعوري. بجد زهقت منها خالص. كل ما اروقها الاقيها تتكركب. ف طبعا انا بقى حطيت الرز على النار، طبعا عملت شعرية وهنعمل شوية صلصة. بصوا الطبق دوت يا جماعه انا كنت جايبين وجبه من كرم الشام، فالطبق بقى كبير كده وحلو، فانا قلت احط فيه الخضار الحاجات ديت واحطها في التلاجة. يعني عارفين الاطباق البلاستيك دي منظمات التلاجة هو زيه كده شبه شويه. فانا قلت بقى بدل ما ارميه خساره، بس رميت الصراحه الغطا بتاعه لان الغطا بتاعه متقسم كده مش حلو، ما كانش هينفعني في حاجه. فخليته هو بس الطبق دوت، وهحط بقى فيه الطماطم زي ما انتم شايفين كده والفلفل والليمون وهشيله في التلاجة. بس كده هنحط بقى شوية خل على الرخامة ونحط شوية صابون وهندعكها كويس قوي بالليفة. يلا بقى يا حلوة منك ليها، لو انتوا طبعا لسه قاعدين بقى ومنطخين وما عملتوش حاجة في البيت يلا اتفضلي قومي روقي انتي وهي. والفيديو ده يا جماعة تشجيعي يعني، انا ما بعلمكمش لاني ما فيش حد ما يعرفش يروق، ما فيش حد ما يعرفش يغسل مواعين ويطبخ، كلنا ستات شاطرات واميرات. ف يعني فيديو كده تشجيع. انا عن نفسي لما بلاقي نفسي مكسله فبجيب بقى الروتينات ديت علشان هما كده يشجعوني. ففعلا بلاقي عندي باور كده وحماس، فبقوم بقى اكسر الشقه ترويق ومسح دلوقتي خلصنا ترويق المطبخ وخلصنا الاكل الحمد لله. نخش بقى على مسح المطبخ. المشايات دي يا جماعه ادوني رايكم فيها عشان انا لسه جايباها جديده. جبت واحده هي بالمتر، جبت واحدة يعني 2.5 متر كده للطرقة اللي قدام باب الحمام ده، وجبت ديت مترين اهي. قولوا لي رايكم في الالوان بتاعتها حلوه ولا لا، ولايقه مع المطبخ. هو المطبخ بني زي ما انتم شايفين كده بني غامق، فحلوه مع المطبخ ولا اجيب لون تاني. طبعا انتوا عارفين ان انا واخده الشقه ديت على الزيرو على البلاطه. فالحمد لله ربنا بيكرمني كده وكل شويه بجيب حاجه فيها يعني. دلوقتي طبعا هنكنس كنسه حلوه قوي علشان التراب بقى والحاجات اللي في الارض دي. خليكم معايا اوعوا تروحوا هنا ولا هنا.
شايفاك انت اللي هتغيري، على الله تغيري القناه. اتفرجي على الفيديو وحطي لي لايك وحطي لي كومنت حلو منك وباركي لبنتي يلا، وادعي لها دعوه حلوه كده. بص بقى، هنحط شويه كلور، وهنحط شويه صابون وشويه ميه، وهتدعكي بقى بالمقشه كويس قوي زي ما هتشوفوا دلوقتي. دعاكي بقى، اديله. لو في بقع اي حاجه كده تقلي ايدك عليها. ان شاء الله هنعمل بقى يا جماعه روتينات كتير في الشقه ديت، وهنشتري حاجات كتير. عايزه زي ما قلت لكم كده، بس اخلص من بنتي كده واجوزها واوديها بيتها بالسلامه. بعد كده بقى نظبط الشقه ديت انا وانتو، ونشتري يعني حاجه كده وان شاء الله تتظبط. عشان عايزه اجيب ستاير، وعايزه اغير الانتريه اللي انتوا شفتوه دوت، وعايزه حاجات كتير قوي، وعايزه اجيب غساله، وعايزه اجيب بوتاجاز. انا جبت تلاجة صغنونة كده، هبقى اوريها لكم، هعمل لكم هوريها لكم يعني في فيديو كده سريعا. معلش يا جماعه انا اسفه. طبعا خلصت كده، عملتها الاول بالمقشه، وبعد كده بقى بنمسحها ايه. ولسه ما جبتش الجردل ابو شرشوبه، يعني ما تقولوش انت عامله البتاعه دي ليه، عشان انا بس ما عنديش الجردل ابو شرشوبه. فهجيبه برضو ان شاء الله، هوريه لكم. وهجيبه حد برضو، لو حد يعرف يعني نوع كويس يكتب لي تحت في الكومنتات. كده انا خلصت اول مره وشطفت الخيشه بقى، وبعملها المره التانية بس. كده طفيت طبعا، كنت طافيه الانوار لحد اما الارض تنشف، والارض نشفت الحمد لله. هفرش بقى الايه، السجاد، وكده تمام قوي. والنبي مش حلو السجاد. عجبني جدا. قولولي رايكم يا جماعه فيه. بس على فكرة الراجل بتاع السجاد دوت ضحك عليا في السجاد والله. وانا قلت له عايزة مترين، وهو عطاني مترين الا ربع كده، او متر ونص. فالراجل ده اعمل معاه ايه؟ اسيبه بقى وادعي عليه، ولا اروح له واطالب ببقية حقي؟ قولولي انتوا في الكومنتات تحت. كده خلصنا الحمد لله. وبكده الفاصوليا خلصت معانا، وهنتغدى بقى ونعمل بقى جنب. لا احنا عملنا اوريدي، عملنا رز بالشعرية، وهنعمل شوية سلطة، وهنتغدى بس كده. وهو ده الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتكونوا استفدتوا منه ولو 1%. وما تنسوش بقى زي ما قلتلكم، اكتبوا لي في الكومنت تحت اجيب لون الانتريه ايه، و واعمل ايه في الراجل بتاع السجاد، اسكت له ولا اروح واطالب بحقي؟ يلا باي.